النهاردة تاني حلقة على قناة تدريب الكلاب مع يوسف حنا. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن وجبات لتغذية الجرو. طبعا كل مرحلة من مراحل عمر الكلب ليها تغذية معينة، لكن النهاردة أنا هتكلم عن عمر الجرو من 45 يوم ل3 شهور. الوجبات اللي هتقدمها للجرو هما 4 وجبات. أول وجبة بتبقى عبارة عن لبن وبيضتين وعيش، بتقلبهم كلهم مع بعض كويس جدا، بس لازم العيش يكون متقطع حتت صغيرة جدا، ولازم البيض يكون مسلوق. تاني وجبة معانا بتبقى عبارة عن فراخ وشوربة وعيش، بس لازم تكون الفراخ من غير عظم، عشان العظم في سن الجرو دلوقتي بيوجع بطنه. تالت وجبة بتبقى عبارة عن لبن وبيضة واحدة وعيش. رابع وجبة بتبقى عبارة عن رز وخضار وعيش. طبعا العيش في سن الجرو دلوقتي بيكون مفيد جدا ليه، وبيخليه يكبر بسرعة جدا. وبس، دي كانت حلقتنا النهاردة، وهيبقى في فيديو تاني هتكلم عن وجبات الجرو من عمر 3 شهور ل6 شهور. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك اي فيديوهات جديدة انا انزلها. ويا رب اكون بفيدكم. كان معاكم يوسف حنا، اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.